في السنوات اللي فاتت شفنا كذا محاولة من مارفل ودي سي ان هم يحاولوا يرجعوا مجدهم من تاني بعد فيلم افنجرز اند جيم، بس للأسف معظم الافلام اللي اتعملت كانت فاشلة فشل ذريع، مش بالنسبة لي بس، بالنسبة للناس كلها. ولكن بدون ما اطول عليكم المقدمة هكلمكم عن فيلم مارفل الجديد اللي نزل السنة دي، وهو فيلم ثاندر بولز، وهنشوف هل الفيلم ده يستحق المشاهدة فعلا ولا لا. وانا عارف ان دي جاية متأخرة شوية، بس انا يعني لازم اتكلم عن الفيلم ده في وقت من الاوقات، وجي الوقت اللي انا اكلمكم فيه عن الفيلم ده. بس اهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم، ما تنسوش تدعموني، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. Lena, being a hero, there is no higher calling. That's just a fairy tale. نبدأ أول حاجة بقصة الفيلم. تخيل كده في عالم مليان فوضى بعد ما الأبطال الكبار اختفوا أو اتفرقوا. في قوة في الخفاء قررت تكون فريق مش من الأبطال، لكن فريق من الناس العادية اللي كانوا مهمشين أو حتى ضد النظام الموجود. ناس عندهم خبرات وقدرات وكل واحد فيهم شايل ماضي تقيل، بس دلوقتي كلهم مضطرين إن هم يشتغلوا مع بعض، وده لأنهم مجبرين وما عندهمش أي اختيار. وده بدون ما احرق لكم الاحداث طبعا. مهمة واحدة شكلها بسيط بس مليانة الغاز وخيانة وغموض. والسؤال الحقيقي هنا، هل هم فعلا هيقدروا ينجحوا او حتى هيقدروا ان هم يثقوا في بعض ولا لا؟ الفيلم ده كنت واخد عنه انطباع اول ما نزل بناء على ترشيحات ناس كتير او انطباع ناس كتير، ان عشان لازم اشوف الفيلم ده اكون شايف سلسلة افلام مارفل او حوالي 9 افلام من افلام مارفل. وبناء على كده قررت ان انا ما اشوفش الفيلم وما تابعش افلام مارفل اصلا بعد كده، لان انا شخص غير ملم بكل افلام مارفل يعني بصفه عامه، وخصوصا بعد فيلم افنجرز اند جيم. وبناء على كده كنت مقرر من نفسي ومقتنع اقتناع تام ان انا ما اشوفش الفيلم خالص وما تابعش افلام مارفل بعد كده. بس قلت لنفسي طب ما اشوف واجرب يمكن افهم الاحداث، وفعلا شفت الفيلم يا جماعه وفهمت عادي جدا، مفيش اي حاجه. اي نعم هتشوف بعض الحوارات الجانبية بين الشخصيات بتتكلم او متعلقة بالماضي بتاعهم، بس انت عادي هتفهم كل الاحداث عادي ولا اي حاجة خالص، وخصوصا ان انت بتتقدم لك شخصيات جديدة في عالم مارفل بيتجمعوا كلهم مع بعض. We can't outrun the emptiness. We can't do this. No one here. يعني انت مش هتحتاج تشوف الافلام اللي هتكلم عليها دلوقتي دي عشان تفهم الفيلم، بس يفضل ولو بنسبة 1% ان انت تشوف الافلام دي عشان تبقى فاهم بس الماضي بتاع الشخصيات وجم منين وكده. وهم افلام بلاك ويدو اللي هو نزل في 2021، وفيلم فالكون اند ذا وينتر سوليجر اللي نزل في 2021 برضه، وفيلم انت مان اللي نزل في 2018، وفيلم كابتن امريكا سيفل وور اللي نزل في 2016. الافلام دي لو انت كنت شايفها او شفتها قبل كده هتبقى فعلا ملم بنسبة 100% او بنسبة كبيرة جدا من الفيلم، وهتبقى فاهم كل الاحداث. وحتى لو ما شفتش الافلام دي هتبقى فاهم كل حاجة عادي، مش مهم تشوفهم اصلا. المهم الشخصيات اللي بتتقدم في الفيلم ده مش بنفس قوة وبنفس هيبة ابطال افنجرز السابقين اللي اتفرقوا قبل كده. في فرق جوهري وفرق واضح بين مثلا ان انت تتكلم عن ايرون مان او كابتن امريكا القديم او حتى ثور والشخصيات كلها اللي اتجمعت في الفيلم ده. ناس نصهم اصلا مش ابطال ونصهم عنده مشاكل نفسيه، ومفيش فيهم رمز واضح او شخصيه ملهمه بنفس القوه والتاثير اللي كان عند افنجرز الاصليين. لكن المفاجاه نقطه ضعفهم دي هي نفسها سر قوه الفيلم. يعني مش اقوياء وبشكل خارق، يعني مش محبوبين او مشهورين، وكل واحد فيهم جاي من خلفيه مضروبه او مشكوك فيها، بس ده اللي بيخلي القصه اعمق. انت مش بتتفرج على ابطال جاهزين، انت بتتفرج على شخصيات بتدور على معنى، على فرصه، على مكان ينتموا ليه، وده بيخلي الرحله اكثر انسانيه. Lena, when I look at you, I don't see your mistake. التصوير في فيلم ثاندر بولتس يعتبر مميز جدا ومناسب جدا لنوع الفيلم. هو ما كانش بنفس المؤثرات البصرية الضخمة والتأثيرات الضخمة اللي كنا بنشوفها في أفلام مارفل السابقة، وخصوصا في أفلام زي افنجرز اند جيم وغيره من أفلام افنجرز، لكن الفيلم ده يعتبر مناسب جدا من حيث المؤثرات البصرية والصوتية كمان.
الكاميرا بتحاول تحطك جوه الأحداث كأنك شايف كل حاجة بعينك، وده بيخلي المشاهد يحس إنها حقيقية ومش مفبركة. الجانب الإنساني في فيلم ثاندر بولز خلى الفيلم مختلف. شخصية يلينا مش مجرد مقاتلة، دي بنت مكسورة من جوه، عندها جرح كبير بسبب أبوها اللي عمره ما سأل عنها، وده خلق جواها فراغ نفسي بتحاول تعوضه بالصلابة والسخرية. ده غير إن هي كانت محطمة ومؤثرة نفسيا جدا بسبب أختها اللي توفت في أحد المعارك. ده غير الولد الشرير أو الشخصية الشريرة اللي كانت موجودة في الفيلم اللي كان يعتبر فار تجارب. ده من أكتر الشخصيات المؤثرة، وعاش حياته كلها مهمش ولا أي حد شايفه، واتعرض لتجارب كأن مشاعره ملهاش أي قيمة، وده خلاه جوه غضب وحزن عميق. ولما بقى بطل خارق ده ما شالش الألم، بالعكس زوده لأنه لسه حاسس إنه تايه. ده غير كابتن أمريكا برضو الجديد كان ضحية أو يعتبر من الضحايا اللي موجودة في الفيلم، لأنه كان بينفذ الأوامر أو مجرد منفذ للأوامر للمنظمة اللي هو تابع ليها عشان يمسحوا ماضيه، لأنه هما كانوا واعدينه إن هو لو كان بينفذ الأوامر هيبدأوا يمسحوا الماضي المظلم بتاعه أو الماضي السيء بتاعه من الأدلة. فهنا لو أنت ملاحظ كل شخصية في الفيلم بتقولك أنا ضحية، وده خلى فيلم ثاندر بولز مختلف عن باقي أفلام مارفل. مش مجرد فيلم أكشن، ده حكايات ناس بتصارع جواها أكتر من صراعها مع الأعداء. ومن مزايا الفيلم برضه هي مستوى الأكشن أو مستوى المشاهد القتالية اللي اتقدمت في الفيلم ده يا جماعة كانت جامدة جدا، وخصوصا من النص التاني. That's why we need each other. We can't stop him alone. ونيجي هنا على العيوب، وأول عيب عندنا وهو بالرغم إن معظم الشخصيات بتاعة الفيلم كانت مؤثرة وجميلة جدا، في بعض الشخصيات التانية حسيت إن هما موجودين بس كجزء من الفريق، بمعنى إن مفيش أي عمق ليهم كفاية، وده بيحسس المشاهد إنهم موجودين بس مجرد زينة في الفيلم، ملهمش أي دور. لو شلتهم من الفيلم كده ملهمش أي لازمة ومضافوش أي جديد. وهنا بتكلم عن شخصية ريد جارديان اللي هو والد يلينا بالتبني. ظهر أول مرة في فيلم بلاك ويدو اللي نزل في 2021، اللي بالمناسبة يعني ما انصحكمش برضو إن انتوا تشوفوه، مش من أحسن أفلام مارفل بصفة عامة. ظهوره محدود جدا ومفيش أي تطور في شخصيته نهائيا، ولا ليه أي تأثير على الأحداث. Open up. Milena? من عيوب الفيلم برضو ان القصة او الحبكة نفسها او حتى نهاية الفيلم كانت متوقعة جدا، واتكررت قبل كده في افلام كتير، مش فاكر بالظبط شفتها في فيلم ايه، ولكن انا من بعد نص الفيلم كنت متوقع ايه اللي هيحصل بعد كده. وده ما بيقللش من الفيلم اطلاقا، الفيلم جيد جدا ويستحق المشاهدة، ولكن انا بقيت مقتنع اقتناع تام في كل الافلام الجديدة اللي بتتقدم، وانت كمان لازم تقتنع ان الافلام الجديدة بصفة عامة ما بتقدمش اي جديد. ولو انت مش مقتنع بكده فانت هتواجه مشكلة كبيرة جدا في الافلام اللي جاية كلها، لان زي ما انتوا عارفين معظم الافكار اتهرست. يعني انا يعتبر ما شفتش اي فكرة جديدة سواء في الافلام او في المسلسلات بقالي كذا سنة لحد دلوقتي، باستثناء مسلسل سيفرنس. يعتبر انا ما شفتش حاجة جديدة قوي الفترة اللي فاتت خالص باستثناء المسلسل ده. فعشان كده بقول لكم طالما الفكرة متكررة بس التنفيذ مختلف او التنفيذ كويس الى حد ما، الافلام بتستحق المشاهدة وما عنديش اي مشكلة فيها. Could get messy. اجمالا الفيلم جيد جدا يستحق المشاهدة، هو مش من افضل افلام مارفل على الاطلاق او من افضل افلام السوبر هيروز على الاطلاق، لكنه قدم قصة كويسة، اي نعم مكررة الى حد ما لكنها متنفذة بطريقة كويسة، وقدم شخصيات جديدة مهمة جدا لعالم افنجرز القادم، وخصوصا لفيلم افنجرز الجاي اللي هيتعمل في 2026. المهم جدا ان انت تكون شايف الفيلم ده قبل ما تدخل الفيلم الجاي، لانه هيبقى من اضخم الاعمال الفنية في تاريخ مارفل بصفة عامة. فإجمالا الفيلم ده جيد جدا يستحق المشاهدة، هو يعتبر أفضل فيلم مارفل أو أفضل فيلم سوبر هيرو نزل في 2025 لحد دلوقتي. لسه فيلم فانتاستيك فور هينزل الفترة الجاية وهنشوف هل هو فعلا قدر يتغلب على الفيلم ده ولا لا، ولكن هو بصفة عامة فيلم جيد جدا يستحق المشاهدة، وانصحكم جدا بيه وبديله تقييم 7 من 10. No one can. But we can find a way. Together.
بس كده دي تكون نهايه حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.